تعالوا بقى النهاردة نعمل مكرونة المحلات ومكرونة العربيات، مكرونة السيدة زينب بالتحديد. لكل الناس اللي بتعمل المكرونة وبتفشل منها هقولك على طريقة هتطلع معاك المكرونة، هتبقى في حتة تانية، طعمها حلو جدا وخطيرة، ولا هتعجن ولا هتمرر منك، ولا هيبقى يعني زي بتاعة المحلات بالظبط. النهاردة بقى هنتعلم طريقة عمل سلق المكرونة، وهنمشي خطوة خطوة، وهقولك على كل التريكات اللي هتخلي معاكي المكرونة زي الجاهزة بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده المكرونة مفلفلة وجميلة، والصلصة بتاعتها تفتح النفس، ولا بقى طعمها وريحتها. هتعرفي كل الأسرار دي، بس كملي الفيديو للآخر عشان تعرفي طريقة عمل المكرونة كما يجب أن تكون. طبق المكرونة ده أسهل حاجة تقدري تعمليها، مش هتكمل معاكي 10 دقايق تحضير. الطبق ده حبيب لكل الناس، الأطفال تحب المكرونة الاسباجيتا، والكبار نفس الكلام. عايزة أقول لكم إن المكرونة دي أنا بعشقها، بالذات الاسباجيتا دي في قلبي من جوه. المكرونة الاسباجيتا دي العشق كله. يلا نسمي بسم الله ونخش على الفيديو بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. جالي سؤال كده من بنوتة كده لسه متجوزة جديد، ان المكرونة دايما بتبوظ منها ودايما طعمها مش حلو. دلوقتي انا هنعمل ايه؟ طريقة عمل المكرونة، ازاي المكرونة ما تعجنش مننا، وازاي نسلقها بطريقة صحيحة ونعمل صلصة حلوة. اول حاجة معانا المكرونة، مكرونة اي نوع. تمام. دلوقتي معايا ميه بتغلي وحطيت فيها شويه ملح، هنزل كمان بشويه زيت عشان المكرونه ما تعجنش مننا، زيت وملح. تمام. طبعا الملح بيسرع عمليه الغليان وبيدي طعم حلو للمكرونه، بيخليها طعمها مش دلع يعني. وشويه زيت عشان المكرونه ما تقفش ببعضها وتعجن. اما بقى دي طريقه الصلصه. الصلصه بقى ايه؟ بنعمل ايه؟ بنعمل بصلايه وفصين توم. تمام. بنحمرهم كده، وبعدين ننزل عليهم بعصير طماطم، وكمان صلصة اللي هي المعلبات دي او بطرمان، ونسيبها تتسبك كده وتاخد وتدي كده زي ما انتوا شايفين، وتديها شوية ملح وشوية فلفل اسود. وطبعا بقى عايزة تحطي شطة حمرا براحتك. وكمان بنعمل ايه؟ بديها معلقة سكر صغننة خالص عشان الحموضة، تعادل الحموضة. تمام. ادي كده معانا الصلصة بتتسبك اهي زي ما انتوا شايفين. عشان المكرونة تطلع حمرا كده وطعمها حلو لازم نعمل كده. هي بتقول انا باكل المكرونة بره بلاقيها طعمها حلو، بعملها في البيت بتعجن مني وبتبقى طعمها مش حلو خالص، وطعم الصلصة مش حلو خالص. اساسيات المكرونة: تديها توم، تديها بصل، وتديها طماطم حلوه، صلصه طماطم تتسبك حلو، وتديها معلقه صلصه. حطي لها بقى مكعب مرق دجاج براحتك، مش عايزه هتحطي ملح وفلفل، وممكن رشه بهارات بسيطه قوي. وممكن نستبعدها خالص براحتك، بس هو التوم بيديها طعم حلو جدا طبعا مع البصل. ودلوقتي بقى هنشوف بقى طريقه عمل المكرونه. اول ما الميه بتغلي بنسقط المكرونه. دلوقتي بقى الميه غليت معانا، ننزل بالمكرونه. نزلنا بقى كده بالمكرونه، نبتدي بقى ايه؟ نقلبها كده تقليبه. دلوقتي هتطرى بقى معانا، تديها تقليبه كده، ما تسيبهاش في الميه كتير عشان ما تقفش، لازم تقلبيها كده من وقت للتاني. اي نوع مكرونه هتعمليها بالطريقه دي هتطلع معاكي حلوه جدا. هتاخد بقى وقت معانا قد ايه؟ هتاخد معانا من 5 دقايق ل7 دقايق.
دلوقتي بقى نعرف منين ان هي استوت. اول ما تلاقيها بتقطم معاكي كده، بصي اول ما تلاقيها بتقطم معاكي كده تعرفي ان هي كده استوت. دلوقتي بقى ناخد المكرونه ونروح نصفيها في المصفى على طول كده. دلوقتي بقى معانا المكرونه اهي، تقدري تقلبيها في الصلصه لو انت هتاكليها على طول. لو مش هتاكليها على طول وعامله عامله مكرونه كتير على قد افراد الاسره ومش هتاكليها عشان الجو حر، بلاش ان انت تقلبيها في الصلصه. لو انت يعني فرد واحد بس اللي هياكل، هنعمل ايه؟ هنغرف كده وكل واحد يحط براحته. تمام، زي ما انتم شايفين كده. بصوا الصلصه عامله ازاي، ريحتها بجد فظيعه. شويه مكرونه بالصلاه على النبي يعني، ولا اقول لكم بقى على ريحه التوم قلب الدنيا. ومعانا كده شوكه للي حابب بقى ياكل، اتفضلوا بقى بألف هنا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك دايما مني كل جديد. احلى طبق مكرونه زي ما انتم شايفين بالهنا والشفا. بصوا الصلصه حمرا وجميله ازاي، والمكرونه حلوه جدا ومش معجنه خالص 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 يعني. ويعني بجد كده بألف هنا وشفا للي هياكل، لكل عشاق المكرونه، الناس اللي بتحب المكرونه زي ما انتم شايفين كده. بصوا فرفره ازاي، مش معجنه ولا اي حاجه خالص. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك دايما مني كل جديد.